وحشتكم كتير قوي قوي قوي. ولما بشوفكم قلبي بيدق 3 دقات. So I have to speak in Arabic now. I just told my great audience how much I miss them. And when I see them, my heart beats 3 times. صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أصحاب السمو الملكي، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، وكل عشاق السينما في كل مكان. أنا النهاردة في غاية السعادة والفخر إني موجودة معاكم في مراكش، البلد المغرب الحبيب. أنا في غاية السعادة والفخر علشان أنا في بلد بتلم كل الناس اللي بيحبوا السينما. اسمحوا لي إني أعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد على نجاح هذا المهرجان العظيم. مراكش، أو زي ما انتوا بتقولوا مراكش، فيها جمال وسحر غير عادي، بلد جميلة، ناسها جميلة مشرقة، تجمع كل عشاق السينما في كل مكان، بتلهم العقول والأرواح العاشقة للسينما. وزي ما شفنا ضيوف المهرجان النهاردة جايين من كل أنحاء العالم، من كوريا الجنوبية، كندا، فرنسا، إيران، برازيل، أرجنتين، أمريكا، من كل حتة، من كل دولة في العالم موجودين النهاردة ومشرفين المهرجان. بس أنا النهاردة فرحانة وفخورة جدا إني هقدم رمز عظيم للسينما المصرية والعربية، أيقونة شكل بروحه وحضوره روح الأناقة والجمال والفن الراقي. هو سفير فوق العادة في الفن والسينما وجميع المحافل الدولية. حضوره ما كانش حضور عادي ولا كان شكله عادي، لا ده كان حلو قوي، وكان الواد التقيل اللي زي ما سعاد حسني فنانتنا القديرة قالت عليه. هو صديقي وزميلي العزيز، وعلى فكرة كاتم أسراري. كل الناس كانت فاكرة إنها تعرفه على حقيقته، بس محدش يعرفه قد ما أنا عارفاه. السنة اللي فاتت الراجل الوسيم القوي الجميل ده مر بظروف صعبة جدا جدا، بس أنا شفت قوة فيه غير القوة اللي احنا عارفينها، قوة من نوع آخر محدش يعرفه زي ما أنا عارفاه. لكن كان بيستعد المهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وساعتها فقد أخوه الراحل العظيم مصطفى فهمي. خسارته هزت قلوبنا، هزت مشاعرنا، قلوبنا كلها اتوجعت قد ما هو اتوجع. بس الألم اللي أنا شفته في عينيه ما كانش طبيعي. أنا شفته بيكمل شغله، ما بطلش شغل، وقف أكتر من 3 ساعات في عزاء أخوه بكل كرامة وهدوء ورقي، بس كان مليان ألم. ده كان درس كبير قوي هو علمه لنا. تخطى كل التحديات، أصبح رمز للجمال والقوة، وعدى كل الحدود. أنا اتشرفت وشرفت إن أنا اشتغلت معاه في أفلام كتير جدا ونجحت الحمد لله. هو مش أول مرة يحضر مهرجان مراكش، هو حضر في أولى دوراته أو يمكن أول دورة، بس النهاردة بيتم تكريمه في هذه الدورة 22 في وسط أهله وناسه وشعبه وجمهوره في المغرب الحبيب. ضحكنا سوا، حزننا سوا، فرحنا سوا. اسمحوا لي أقدم الأسطورة والأخ والصديق والزميل، مصدر فخر لينا كلنا، حسين فهمي.